ازيكم، يا رب يكونوا بخير. هنعمل مع بعض طريقة عمل البطيخ بقشر البطيخ طبعا اللي الكل بيرميه. انت النهارده مش هترميه خالص، بطريقة حلوة اوي وطريقة لذيذة جدا ان انت هتعمليها، وكمان حاجة هتعمليها مختلفة للأطفال، وحاجة كمان الأطفال بيحبها اوي، ودايما الأطفال بتروح تشتريها من بره. انت بقى هتعمليها في البيت دايما ومش هتغيرها ابدا. طعمها واللذة اللي فيها عمرك ما انت هتشتري تاني من بره. زي ما انت شايفه طبعا انا جايبه طبعا البطيخ، انا شلت طبعا القشره زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده طبعا هتكوني مجهزه ميه سخنه على النار، وعلى طبعا زي ما انت شايفه كده هنقطعهم مكعبات. تمام. بعد طبعا ما نقطع كده مكعبات كده هنضيفهم في بوله. وبعد كده طبعا هنضيف المية السخنة اللي انا قلت عليها. طبعا تكوني مجهزة مية سخنة على النار، عشان هنضيفها على قشر البطيخ، على قلب اللي هو بتاع البطيخ ده. وبعدين هنفضل نقلب فيه كده تقليبة. وبعد كده هنحطهم على النار، بس طبعا تصفي المية. بعد ما صفينا المية كده هنضيفهم طبعا في الطاسة يستووا معانا بقى. وهنضيف كوباية من المية. طبعا احنا عاوزينه يغلي على النار. زي ما انتوا شايفين طبعا اللون يعني اختفى شوية. وبعد كده طبعا هنضيف نص كوباية من السكر او ربع كوباية من السكر كده. وبعد كده طبعا هنضيف لون الطعام طبعا يعني ممكن تعملي لون طعام اخضر، ممكن تعملي لون طعام بينك او الاحمر، اي لون، او الاصفر، اي لون طبعا تحبيه واولادك يحبوه هتضيفيه عليه. زي ما انتوا شايفين كده طبعا هنهدي عليه النار كده. بصراحة طعمه جميل جدا وطعمه روعة. يعني كل مرة بصراحة أنا برمي القشر البطيخ، لكن أنا شفت الوصفة ديت، فأنا حبيت قوي اللي أنا أعملها وأجربها. بصراحة طلعت جميلة جدا وطلعت روعة، وكمان الأطفال حبتها قوي، وحاجة كده مختلفة عن اللي انت بتعمليه قبل كده. ما شاء الله، بجد بجد روعة قوي وجميلة. وطبعا اللون الطعم اللي انت ضفتيه كمان مخليه مخلي معانا شكله حلو قوي وشكله جميل جدا. زي ما انت شايفة طبعا هنضيف 5 معالق كده من السكر كده من فوق، عشان يكون له لمعة كده في السكر. وبعد كده طبعا هنقدمه على الطبق اللي احنا هنقدم فيه زي ما انتوا شايفينه كده. ما شاء الله جميل جدا وروعة، وحاجة كمان عاملاها في البيت. بجد لازم تجربيها ولازم تعمليها عندك في البيت، اولادك هيحبوها قوي. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدعوة حلوة. مع الف سلامة.